هذا يأتي بعد حدث كبير وإنجاز كبير على مستوى اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة كاملة العضوية، وأخذ هذا الأمر بعدا كبيرا وأثار موجة من الرفض الإسرائيلي بطبيعة الحال، لكن هذا شكل تحولا في مسار القضية الفلسطينية، والسبب في ذلك هو ممارسات إسرائيل، لأنه عدد من الدول كان يرفض هذا الأمر، ثم مع الوقت وصل إلى مرحلة لم يعد مقبولا ولم يعد محمولا ما تفعله إسرائيل مع أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتالي حق الشعب الفلسطيني أن ينال حقه في إقامة دولته على أرضه التي لم يبقى منها إلا القليل. ولكن من حيث المبدأ وصل العالم بما فيه دول لم تكن توافق على هذا الأمر. الخطوة اللاحقة الترجمة العملية هو أن تذهب نعم إلى دستور فلسطيني مع كل الواقع الذي تعيشه فلسطين. دولة بحاجة إلى دستور، دولة بحاجة إلى مؤسسة، أن تقوم بما عليك بما تقدر عليه وأحيانا أكثر، وبالتالي تستمر في هذه المعركة.